نبقى في البحرين. البلطجية مصطلح طفى على السطح من خلال اندلاع فتيل الثورات التحررية على الأنظمة الحاكمة بشكل ديكتاتوري، ولعل ذلك المصطلح كان يرمز إلى الكتائب أو الميليشيات المساندة والمؤيدة إلى الأنظمة الديكتاتورية والتي تعمل على ضرب المعارضين أو المتظاهرين. في البحرين عملت السلطات على زج البلطجية في صفوف الأمن لضرب المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين. أشبه ما يجري اليوم في البحرين بما جرى بالأمس في مصر، فالبلطجية مصطلح جديد في البحرين صار يستخدم للتعبير عن المجنسين الذين يجوبون الشوارع وهم يحملون الخشب والحديد والسيوف والسكاكين للدفاع عن النظام الملكي، وهم سلاح يستخدمه النظام ليدافع بهم عن نفسه. بلاص المكسورة يحاول يطعني بها الفانيلة وهذه هذا مو من الضرب تشققت، حاول يطعنها في ظهري. يوم الجمعة كان يوما مشهودا في البحرين، فشباب الثورة أطلقوا عليه اسم جمعة السقوط، حيث توجهوا في مسيرة حاشدة نحو الديوان الملكي حاملين ورود والأعلام مطالبين بإسقاط النظام والرضوخ لإرادة الشعب. لكن المتظاهرين عجزوا عن الوصول إلى الديوان الملكي، حيث أن قوات الشغب قطعت الطريق عنهم. وبينما كان المتظاهرون ينسحبون، سمحت قوات مكافحة الشغب للمجنسين بالهجوم على المتظاهرين ورميهم بالحجارة من الخلف، وما أن عاد المتظاهرون إلى موقع الاعتصام حتى قامت قوات مكافحة الشغب بضربهم بمسيلات الدموع والرصاص المطاطي، مما أدى إلى وقوع مئات الجرحى. أنا جاي أتمشى، وقفني واحد عند الكاميرات هنا، قال لي يعطي الكاميرات، ما رضيت، طلع لي سلاح من عنده واخذ الكاميرات من عندي، وتالي سك الباب وتلاحقوني من كل صوب. ولا زال هؤلاء البلطجية يواصلون أعمالهم التخريبية، حيث اعتدوا على مجموعة من الصحفيين والمراسلين، كما اعتدوا على ممتلكات المواطنين من سيارات ومحلات تجارية، بينما السلطة في سبات عميق تغض الطرف عنهم، بل وربما تشكرهم على ما يصنعون.